أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نتحدث هذا اليوم عن الزواج في الإسلام. لماذا شرع الله سبحانه وتعالى الزواج كجزء أساسي في الحياة الأسرية الإسلامية؟ الإسلام بما أنه دين الخاتمة ودين متكامل شرع الزواج لعلل كثيرة. من هذه الأسباب هو لديمومة الحياة من جهة، والحفاظ على نسل الآدميين من جهة أخرى، وتنظيم علاقات الفرد بالآخرين تنظيما اجتماعيا صحيحا دقيقا كي تقوم الحياة على أسس صحيحة، وبذلك يعرف الإنسان ما له وما عليه. يعني حتى الزوجة، الإنسان حينما يتزوج بامرأة وعليه وبها شروط معينة ومواصفات معينة، أخلاق وقيم ومبادئ وحسن وجمال وما إلى ذلك، يتزوجها فإنها تكون له، فيعرف الناس بأن فلانة قد تزوجت من فلان. هذا البحث يتطلب منا معرفة أن النساء الفلانيات أصبحن أزواجا لفلان وفلان وفلان، وبهذا تنتظم الأسرة. وإذا حدث نسل منهم يعرفون بأن ابن فلان يرجع إلى فلان، وبذلك يحفظ النسل البشري ويحفظ تنظيم العلاقات بين الإنسان والإنسان الآخر. إذن الزواج كمشروع إلهي هو القصد منه حفظ النسل وحفظ الأرواح والتشجيع على كثرة النسل وحفظ وتنظيم العلاقات الاجتماعية بين الأفراد والآخرين أو بين أسرة وأخرى. الزواج من شروط الزواج هو الموافقة بين الطرفين، يعني قبول الطرف الأول اللي هو الرجل أو الذكر، وموافقة الطرف الثاني اللي هو الأنثى أو المرأة. إذا توافقوا فيما بينهم وبارك لهما الوالدان والأسر المحيطة بهم، يصبح هذا الشرط معقول ومقبول، وما يقوم بعد ذلك إلا بالعقد الشرعي. العقد الشرعي الذي يعقده السيد أو الشيخ المجاز شرعا بعقد الزواج، وبذلك تنتظم حالة الزواج بين فلان وفلان من الناس. من شروط الزواج بعد موافقة الطرفين والأهل هو الإعلان عن الزواج أو ما يسمى بالإشهار، إشهار الزواج أو الإعلان عنه كي يعرف الناس بأن فلان قد خطب فلانة أو تزوج بفلانة وأصبحت زوجة له تختص به وحده. إذن من بعد هذه الأمور هي المباركة أولا وآخرا، هو المباركة الإلهية. الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الزواج ليس فقط هو لغريزة جنسية فقط، وإنما هو فيه سكينة ورحمة ومودة بين الزوج والزوجة، وحالة اطمئنان للمرأة والرجل على حد سواء، لإنشاء بيت إسلامي جديد أو لإنشاء أسرة إسلامية جديدة تأخذ على عاتقها نشر المعارف الإلهية ونشر التعاليم الإسلامية لديمومة الحياة كما قلنا، والحفاظ على النسل البشري. إذن بعد الإشهار وبعد الإعلان عن الزواج يصبح فلانة زوجة لفلان وفقا للمقاييس الشرعية، وبذلك تنصرف الأنظار وتنصرف الوجوه عنها لأنها قد تزوجت بفلان من الناس. من شروط الزواج هو العقد الصحيح بين الزوج والزوجة كما قلنا، ويكون هناك الشهود. طبعا الشهود يجب أن يكون هناك أقل شيء شاهدان على الزواج، بالإضافة إلى الذي يعقد العقد الشرعي. الذي نرجوها بأن الله سبحانه وتعالى أن يمن على شبابنا بتيسير الأمور. نحن مطالبون بتيسير وتذليل العقبات أمام الشباب لتسهيل أمر زواجهم، ويجب أن لا نطالب بالمهور الغالية والمهور العالية، لأنها ربما لا تكون سببا لإسعاد الإنسان. بل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وجد السعادة الزوجية في قبول الزوج في قوله: إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه. الإنسان إذا كان صاحب خلق، صاحب أخلاق، صاحب مبادئ، وهذا الإنسان أهل للزواج. المال قد يكون وقتيا، ربما الإنسان يحصل على مال في فترة من حياته،
ربما يخسر، ربما يضطر إلى بيع أملاكه، ربما يسافر، ربما يهاجر. إذن المال وقتي لا يدوم، ولكن الأخلاق والعلم يدومان ما دامت السماوات والأرض وما دامت هناك خليقة. إذن علينا أن نفتش عن الزوج الصحيح والزوج الأخلاقي الذي يضمن السعادة الحقيقية لبناتنا، وعلى بناتنا أن يتوخين الحذر في علاقتهن مع الآخرين. عليهن أن يكون محتشمات وقورات نزيهات إلى أن يأتي الرجل المناسب الذي يخطب خطبة شرعية. الخطبة الشرعية هو في أن يرسل إلى أهلها ويعني أحد المعارف من أهله وقرابته ليخطبوا له فلان من الناس، وبذلك تضمن العائلة حقوق بنتها، وبذلك تضمن الأسرة حقوق بناتها في الزواج الشرعي الصحيح. كثير من الشباب قد يذهب إلى علاقات غير صحيحة أو إلى إعلان الزواج من فلان بدون علم الوالدين. هذا كله حرام، لا يجوز. الإعلان عن الزواج يجب أن يكون بموافقة الطرفين وبمباركة الوالدين. نعم، الأب والأم إذا كانا عاقلين ومدركين فلهم الاختيار من بعد اختيار الولد، ويتم أو الحل الأفضل هو بمناقشة الولد في الفتاة التي يريد الخطبة منها أو الزواج بها، مناقشته وشرح أمورها وتبيان حالها كي يكون على اطمئنان بأن هذه الزوجة زوجة صالحة تصلح له لإقامة أسرة إسلامية شرعية تضمن الحقوق وتعرف الواجبات، وبذلك يكون الإنسان قد أخلى ذمته أمام الله سبحانه وتعالى. فإذن الخطبة والمهور هي من مقدمات الزواج التي لا بأس بالإتيان بها من أجل وإن لم تكن واجبة، يعني شرعيا العقد يكفي، ولكن الخطبة والمهور من الأمور التي أوجدها الشرع الإسلامي لتسهيل أمر الزواج ولإضافة روح المحبة والتسامح والتساهل بين الناس من أجل إقامة العلاقات الشرعية الجنسية بشكل صحيح وبشكل شرعي يضمن حقوق الطرفين، بعيدا عن الغبن وبعيدا عن الخسارة وبعيدا عن الخسران. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.